قضيه الفتاه اللي قتلها باباها في ولايه شلف في سيدي عكاش، على كل حال ماهيش بعيده علينا احنا وين نسكنوا. هذه الفتاه اعزائي المشاهدين ربي يرحمها، انا الحاجه اللي مخلوع فيها سكو كاين واحد الناس يبرروا الفعله هذه تاع الوالد تاعها. كاين البعض يقول لك شرف الى اخره. خوتي انا شفت الفيديو تاع وليد عمها وليد خالتها يتكلموا عليها بالخير، يقول لك حافظه القران مربيه متحجبه، علاش تطعنوا في الانسانه ميته؟ قسما بالله انا نهار اللي حكيت واحد الفيديو تاع العشريه السوداء، حكيت واحد الفيديو في قناتي وفي الفيسبوك، قسما بالله انه اكثر من 50 تعليق قاع يدافعوا على هذوك الناس ويقولوا لي علاش تهضر عليهم وعلاش تقول عليهم هذيك الكلمه، يعني هذوك الناس علاش تقول عليهم هذيك الكلمه. انا تشوكيت اسكو انا ما نفهمش انا اسكو الدين تاعنا هو دين عنف؟ ماشي دين عنف، اسمح لي خويا انا انسان مسلم وسني والحمد لله. كيفاش تقتل انسان بغير حق؟ كيفاش تقتل انسان بغير حق؟ ما تقوليش بنتك، علاش بنتك؟ انت بنتك تاعك، بنتك تاع ربي سبحانه هو اللي عطالك. سبحان الله العظيم الناس يعجبوا كيما اوبيرا نهار اللي هضر على الطفله هذيك مروه اللي كانت ميته مخطوفه مسكينه، يقول لهم راحت مع صحبها. حتى الناس اللي كانوا يحوسوا عليها حبسوا التحواس عليها عجل هذيك الهضره اللي هضرها في الطفله. مي دور الدنيا وراح يهضروا في ماه ويهضروا في اختو ويهضروا في بنته ويهضروا في مرته، راهو ديجا اصلا عاره. علاش ما تنالوش بليس؟ نتوما حاسبين رواحكم كي شغل نتوما فوزيت بارفي. كاين بعض الناس يقول لك قضيه شرف راجل. شكون اللي قال لك قضيه شرف؟ انت شكون تعرفها شخصيا؟ اسكو تعرفها شخصيا؟ يماها تحكي قالت لك ربطها وكانت تعاني من التعنيف. ديجا اصلا التعنيف هذا ماهوش حل. صاحبوا ابناءكم، صاحبوا ابناءكم. انت بنتك مثلا، بنتك الا ماشي انت خطره هضرت على واحد الموضوع هذا تاع الاب والام، انت بنتك الا ما قلتلهاش نبغيك، ما قلتلهاش نحبك، ما بينتلهاش الحب تاعك، ما بينتلهاش الاهتمام تاعك، كيفاش يرحم بابك تستنى من الابنه تاعك هذيك راح تحن عليك؟ كيفاش؟ ماشي بالضروره تقولها نحبك، كون معها راجل، كون معها راجل. انا نعرف باللي سورتو الطفله سورتو الفتاه ضعيفه على الراجل. احنا رجال درنا مشاكل ونضربنا الى اخره نورمال، بصح البنات ما ينضربوش. البنات يتربوا بالعقل بالهضره. اصلا التربيه تاع الطفله صغيره ثقيله وفجي ثقيله، ماشي كيما الطفل. الطفل اللي يدير مشاكل تكون عنده فرط في الحركه وتزيد وتبرروا العنف، تبرر العنف، تبرر القتيله، تبرر الذبيحه. سي كوا سا فيت. قسما بالله العلي العظيم انه الحمد لله على نعمه الامن، الحمد لله انه الحكم ما جاش عند الكثير من الناس منكم. مادام انت تدافع على انسان قتال، مادام انت تدافع على انسان سفاح، مادام تدافع فانت تقدر دير كل شيء. وانا متاكد باللي هذا الناس اللي هضروا هكا هما ناس غلطينه، ناس خادعين رواحهم، ناس خادعين رواحهم وباغيين كيما يقول لك يتصالحوا مع انفسهم باي طريقه من الطرق. وفهمها كيما حبيت. معظم الناس اللي دافعوا على القتله وعلى السفاحين الى اخره هم ناس غالطين في نفوسهم، وفهمها كيما بغيتها. الناس اللي فاهمين الميساج، انسان اللي يكون هكا داير العقليه تاعو هكا داير. انا ما نتمناش القتيله هذه خويا، ما نتمناش قتل. اصلا في الدين تاعنا كاين اللي يقتل الانسان حرام عليه تقتل الروح. وتزيد تحقر طفله، تحقر طفله، تحقر بنتك. نقولوا دافعت على نفسك، جاء انسان يتعدى على بنتك، انت دافعت على بنتك قتلت هذاك الانسان. نقولوا مانيش عارف جاو يخطفوا لك بنتك، دافعت على بنتك وقتلت الانسان اللي يخطفك دفاعا عن النفس. فماك احنا راح نقولوا له دفاعا عن النفس، برافو راك فاهم. مين ترى كيما يقولوا راك تهضر على انسان قتل بنته وربطها وعلى فاصون كيفاش تحكي الام تاعها، قسما بالله لحمي تشوك. انا الانسانه هذيك ما نعرفهاش وانت على بالي بلي ما تعرفهاش، على الا الناس اللي يعرفهم قراب لهم. انا الانسانه هذيك الشيء اللي سمعت عليها سيكو هي حافظه للقران، انسانه متحجبه، دايرين الصوره تاعها تبان عاقله. فاذكروا محاسن موتاكم، الله يهديكم. قسما بالله انا اصلا هذوك النوع تاع الناس اللي يجي يقول لك تموت مار اكزومبل بيونا يقول لك مستراح منها. باي قلب تتكلم انت؟ شكون انت باش تحكم على الناس؟ ما مش هذه العقليه اللي راكم دايرينها في ريوسكم. تشوفوا في الاسلام بطريقه غير مباشره. قسما بالله منذ ولا هذا التيك توك مسرح للفتاوى تاع ناس متسربين مدرسيا، ولات فيه إهانة كبيرة جدا للإسلام. إذا تعتقد أنت كاين واحد الشيخ معروف في الجزائر يهضر على الترندات، إذا تعتقد أنت باللي راك تعطي صورة جميلة للإسلام فأنت راك تشوه. أنت واحد من الناس اللي أنا بلوكيتك لأنك أنت راك تشوه. أنا شخصيا نعرف ناس متدينين دايرين اللحيه يصلوا في المسجد الى اخره مربين
اوفير ديسبري، يعرفوا يهضروا، ما يطعنوش في الناس، ما يطعنوش في الائمه، انتم تطعنوا في الائمه، في الاحياء، في الموتى، في الرجال، في النساء، في عباك طفل شباب بوغوس، طفل ارتيست بوغوس في الجزائر يقيسوا فيه الكلام الفاحش، يقول لك هذاك فيه وفيه وفيه وفيه. طفل شباب، طفل يكون شباب، ربي خلقه شباب جماله، هو راجل عباك تكومبليكسو هذاك الانسان حتى يروح يدير مشاكل الى اخره باش يبروفي في المجتمع باللي هو انسان فوالا انا قبيح. الرجله راكم فاهمينها غلط، الرجله ماشي هذيك هي اللي راكم فاهمينها. الرجله انك تكون انسان كما يقول لك عندك فائده في المجتمع. راجل هذا انسان اضاف ماذا قدمت للمجتمع من غير انك تهضر في الناس وتطعن في الناس؟ ماذا قدمت للمجتمع؟ هذوك الناس اللي يحبوا اوبرا ويحبوا، علاش نهضر لك على اوبرا؟ باسكو هذا يمثل عدد كبير من الناس يقعدوا يهضر في الناس ويطعن في الناس ويهضر في النساء ويهضر في البنات ويهضر في ربي وكيل. كي تهضر تبغي تغير المنكر، غير بالطريقه اللي علمتها لكم. قلت لكم اذا شفتوا منكر في وسائل التواصل الاجتماعي بلوكي، باسكو كي تهضر على هذوك الناس انا خلاص ماشي نهضر عليهم. كي تهضر مفتح في الفخه زيد تشهرهم بلوكي. خوتي الى متى تبقى تدافع لي انت على انسان قاتل؟ الى متى تبقى تدافع لي على انسان ارهابي؟ الى متى؟ شكون انت باش تحكم على الناس؟ شكون انت؟ انا بار اكزومبل، انا انسان العائله تاعي فيها ضحايا ارهاب. انا عندي ناس مقتولين في العائله تاعي، الله يرحمهم ويوسع عليهم وان شاء الله راهم شهداء. سبحان الله العظيم. تثقفوا اتقوا الله في نفوسكم. تسرب، هذا تسرب مدرسي وتسرب من الحياة. شكون المدرسة صح، مدرسة تنفع المدرسة، ولكن كاين بعض الناس حتى وقارين في المدرسة والله المستوى تاعهم كارثي. نعلو بليس، انسان قتل. علاش تحوس على الديتاي؟ يقول لك الشياطين يسكنون في التفاصيل، علاش تحوس على الديتاي نتاعي؟ الله يرحمها الطفله والوالد تاعها هذا اللي قتلها قتال حسبي الله ونعم الوكيل. وعلى بالك باللي كيما راك تهضر وتدافع على انسان قاتل راح يتسلط عليك انسان قاتل. انا شخصيا ما نستعجبش في الناس، ما نستشفاش، ما تجيب لي انسان مبلي بلا دروغ مبلي بالكاش جامي نستشفى فيهم. انا صحابي ديجا عندي صحابي ونسي ننصحهم بالتي هي احسن، ولكن ما تستشفاش باسكو الدنيا تدور. اوكي الدنيا تدور، تستشفى تعيا تستشفى، الدنيا تدور. والله العظيم شغل ارتقوا. أوتي بعد بحث قصير صفت واحد الفيسبوك تاع واحد الانسان اللي بالك بزاف ناس يحبوه. انا شخصيا نتمنى له كل خير وان شاء الله ربي كما يقول لك يهدينا ويثبتنا. راك فاهم؟ حبيب بن نمري اللي بزاف الناس يتبعوه في التيك توك، وانا واحد من الناس. انا عقل كان عندي واحد رمضان كنت نفوت وحدي عفوا لازم كان كل ما يجي وقت الفطور ما نتفرج لا تلفزه لا والو، يكون داير لايف نتفرج عليه. كان يدير مواضيع مهمه. حبيب خوتي وماشي ذكاء اصطناعي، هذا حسابه في الفيسبوك يعود لي اكثر من 10 سنوات. حبيب بن نمري شوف احنا اللي نتمناوها مع حبيب بن نمري سيكو ان شاء الله شكو الدنيا هذه الانسان يتوفى ان شاء الله تحبس غير تطيح برك، لانه الناس بزاف راهم يعرفوك، يعني الشهرة تاعو هاي كبيره، تحبس تطيح السب والشتم. هذا ما كان. شوف بن نمري واضح عليه باللي انسان عادي، كان عنده طموح كما قال لي جون، الله اعلم الظروف تاع الانسان. وعنده احمد تبغي ولا تكره كومونتير قال لك شعرك وحبيب عطاله الصرف حبيب عطاله الصرف التعليقات. حبيب في الاحياء الشعبيه يا حسره على الزمن الجميل. انا في فروندمار، وهو من عائله زيناصني. الحاجه اللي نعرفها انا باسكو حتى انا عندي واحد من عائلتي زيناصني كاينين في بني صاف، واصلهم يعود لاقصى الغرب، يعني داخلين حتى في بني زناسن في المغرب. هنا في وهران. حبيبي يا حسرة الزمن الجميل. شوف جينيراسيون هذه تاع حبيب هي جينيراسيون مخضرمه، عاشت في الجيلين، راك فاهم؟ عاشوا الونسيان وراهم يعيشوا الان مع الديجيتال. وراه نعطيكم واحده واعره خوتي، هذيك واحده واعره الباتيسري خويا هذه تاع باتيسري نورمال، حطها تاع باتيسري اوني داكور، حطها الشاميه خويا الشاميه والله خوتي كي تشوف هذه الفوطو احنا كاع عندنا دي فوطو هكا في بكري وعالم الجزائر حاضر اينما ذهبت، راك شايف كاع عندنا دي فوطو هكا. والبوكسور حبيب البوكسور نصيرة قمراوي كومونتات له في هذه الصورة، قالت له لايك بويكا كيما بويكا حبيب يعيطوا له أكرم خوتي أكرم. على كل هو بن نمري اللي دروكا هو كيما يقول لك راهو ولا مشهور،
الناس رايحين يبحثوا عليه، رايحين يحوسوا عليه، رايحين شوف الله يبارك. 2007 خوتي، 2007 كاين ناس اليوم راهم في تيك توك كانوا ماشي مولودين اصلا. كاين ناس اليوم راهم يشوفوا في هذا الفيديو 2007 كانوا ماشي مولودين. انا في 2007 كان في عمري 10 سنين، 10 سنوات في 2007 كان في عمري. على كل انا نتمنى رمضان مبارك كريم الحبيب. وطلب تاعي هذا في رمضان يعني كإنسان كما يقول لك يشوف مرة على مرة اللايفات تاعك، لأنه ما نكذبوش على رواحنا، احنا مرات ندخلوا اللايف ماشي باش نشوفوا أمور تثقيفية ولا غير باش نديكونيكتيو شوية. ما تطيحش، ما تخسرش الهضرة والسلام عليكم. هذا ما كان عادي، تقدر تكون إنسان محبوب من عند الناس إلى آخره بلا ما تسب بلا ما تطيح. هذه رسالة تاع طلب كما يقول لك من عند إنسان ما عنده حتى حاجة ضدك. هذه هي. وكفكرة تقدر تجيني أنا بما أني راني في الضمان، بما أنك أنت في بلد الجزائريين بزاف ما سافرولوش، ما توجدش جالية كبيرة في البلد اللي راك فيه أنت في الفلبين، يعني على الأقل لو كان تفتح قناة على اليوتيوب وتصور فلوقات تاع المغامرات اليومية تاعك وتزيد تفتح صفحة على الفيسبوك، يعني الناس اللي راهم معاه في الانتوراج على الأقل أعطوا له هذه النصيحة، لأنه هذا الأمر راح يكون فيه فائدة ليه، وفي نفس الوقت راح يخرجوا من هذيك الخانة تاع إنسان كما يقول لك يدير لايفات ما فيهاش فائدة. كي تبدأ تدير فلوقات إلى آخره الناس راحين يسافروا معاك، راحين يعيشوا معاك المغامرات اليومية، راحين يعيشوا معاك الصعوبات اللي تتلقاها في الغربة، راح تعرف هذا البلد الجزائريين، وتقدر تكون يعني حتى عندك تكريمات من طرف السفارة الفلبينية فاهم في الجزائر، ولا حتى السفير الجزائري في الفلبين إذا كاين، ولا في ماليزيا ولا ما عرفت وين يقدروا يكرموك. مثل ما حدث لي عدد كبير من اليوتيوبرز، مثلا انا كنت اتبع واحد ابراهيم لاتينو مغربي في كولومبيا، يعني عرف العالم المغربي على كولومبيا، فكرم من طرف السلطات الكولومبيه، واليوم عنده حتى باسبور كولومبي. يعني هذا امر جميل جدا، وخاصه انها فيها فائده ليك، يعني البراند تاعك العلامه تاعك، لانه اليوم راه عندك لاباز، راه عندك ناس يعرفوك. فبالتوفيق، ونتمنى من الاشخاص اللي راهم معك في المحيط تاعك يعني يعطوك هذه النصيحة، لأنها راح تكون فيها فائدة كبيرة لك وحتى لوليدك وكل شيء، يعني كاع لونتوراج تاعك. وربي يحفظكم خوتي، والسلام عليكم.